السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-ку. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-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 ку. Кошечка. أهلا بيكم في الحلقة رقم 17 من الموسم الجديد من قصص ميز. لو القضية دي كانت فيلم كان من المستحيل إن حد يصدقه، ولكن ساعات الحقيقة بتكون أغرب من الخيال زي اللي بيحصل في القضية دي. اسم حلقة النهاردة هو أصوات داخل الجدران، ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في سنة 1986 آني وجيسيكا واللي كانوا إخوات خسروا والدتهم بعد معركة مع السرطان، وبعد وفاتها آني وجيسيكا كانوا عايشين مع والدهم براين. براين كان معظم الوقت في شغله، ولكن بعد موت زوجته كان لازم يشتغل أكتر عشان يقدر يصرف على بناته. آني وجيسيكا كانوا في حالة اكتئاب شديدة بعد وفاة والدتهم، واللي زود الموضوع هو غياب الأب المستمر عن البيت، وكانوا معظم الوقت قاعدين لوحدهم في البيت. وفي ليلة من الليالي البنات قرروا يلعبوا لعبة، واللعبة دي كانت لعبة الويجا، واللي بتكون عبارة عن لوحة مكتوب عليها حروف وفي دايرة هما بيحطوا عليها ايديهم ويحركوها. واللعبة دي مرتبطة بأفلام الرعب الكتيرة في هوليوود. هما طبعا ما كانوش مستنيين إن أي حاجة تحصل، وكانوا بيلعبوا وخلاص. فنزلوا للبدروم بتاع البيت وبدأوا يلعبوا اللعبة، وبعد ما خلصوا ما كانش حصل أي حاجة. في الوقت ده والدهم كان في الشغل. بعد كده البنات طلعوا لأوضتهم عشان يناموا، وكان لسه براين في الشغل. ولكن لما كانوا كل واحدة فيهم في أوضتها وبيحاولوا يناموا، بدأوا يسمعوا صوت خبط جاي من الحيطان في البيت. جيسيكا راحت بسرعة لأختها وسألتها لو هي سمعت حاجة. آني قالت لها إنها سمعت نفس الصوت، ووقفوا هما الاتنين في مكانهم علشان يتأكدوا من اللي سمعوه. وفعلا بدأ صوت الخبط يظهر تاني، وكان جاي من ورا الحيطة. ولسبب ما الأختين حاولوا يضحكوا على نفسهم ويتخيلوا إن دي والدتهم، وبدأوا يسألوا أسئلة مع الشيء اللي بيخبط على الحيطة ده، ويتكلموا معاه على أساس إنه والدتهم. الموضوع كان مرعب، ولكن الأختين فضلوا ثابتين في مكانهم ويتكلموا مع الشيء ده. ولما براين رجع للبيت في الليلة دي الصوت كان وقف، والبنات حكوا لبراين اللي حصل، وما كانوش خايفين بل كانوا فرحانين. هنا براين بدأ يقلق عليهم، لأنه عارف إن طول اليوم بيكون في الشغل وهم بيبقوا لوحدهم، وإن وفاة والدتهم أثرت جدا على نفسيتهم، وإنهم كده بدأوا يتخيلوا حاجات. وبدأ يفكر إنه يوديهم للعلاج النفسي، ولكنه طمنهم وقال لهم يدخلوا يناموا، وإنهم هيبقوا يتكلموا في موضوع الخبط ده بعدين. ولكن صوت الخبط ده فضل موجود لأيام كتير، وبدأ يزيد جدا لدرجة إنه بدأ يصحي الأختين من النوم كل ما كانوا بيحاولوا يناموا. وكانوا في كل مرة بينادوا على براين عشان يجي يسمع الصوت بنفسه، ولكن في كل مرة كان لما بيجي الصوت بيكون وقف. وكانوا لما بيبقوا كلهم بره البيت ويرجعوا كانوا بيلاقوا العفش بتاع البيت متحرك من مكانه، وإن الحاجات ما بتبقاش في نفس المكان اللي سابوها فيه. براين بدأ يقول لهم إنه عارف إن هما الاتنين اللي بيعملوا كده، وقال لهم إنه عارف إن هما زعلانين على والدتهم، ولكن لازم يبطلوا لأن والدتهم توفت وعمرها ما هترجع، وإنهم لو ما بطلوش هيوديهم لدكتور نفسي علشان يساعدهم. ولكن الأختين كانوا مصممين إنهم مش هما اللي بيعملوا كده، واتهام والدهم ليهم كان مضايقهم. وفي نفس الوقت كانوا بدأوا يخافوا من الصوت ده، وبدأوا يعرفوا إن الصوت ده ملوش علاقة بوالدتهم، وإن الموضوع مرعب، وإن في حاجة غلط، ولكن ما كانش في حاجة في إيديهم يقدروا يعملوها. وفي عصر يوم في شهر يناير سنة 1987 الأختين كانوا قاعدين مع بعض في أوضة في البيت، وفجأة بدأوا يسمعوا صوت الخبط. ولكن المرة دي الصوت ما كانش جاي من الحيطة، إنما كان جاي من البدروم بتاع البيت. وجات لهم شجاعة إن هم ينزلوا للبدروم ويواجهوا الشيء ده أيا كان إيه هو.
وفعلا هما الاتنين راحوا للسلم ونزلوا للبدروم، ولكن فجأة الصوت وقف. ولما دخلوا البدروم ملقوش أي حاجة، ولكن لما لفوا عشان يطلعوا على السلم ويسيبوا البدروم لاحظوا الكتابة اللي مكتوبة على الحيطة باللون الأحمر، وكان مكتوب: تعالوا قابلوني أنا في دولاب الملابس. هنا الاتنين اتفزعوا وطلعوا يجروا من البيت، وكانوا في قمة الرعب، وراحوا للجيران اللي جنبهم وطلبوا يقعدوا عندهم لحد والدهم ما يرجع. وبعد فترة براين وصل وركن عربيته، ولاحظ إن الجيران بينادوا عليه، فراح لجاره وكلمه، والجار حكاله على اللي حصل. البنات كانوا في حالة من الهستيريا وحكوا لوالدهم عن اللي حصل. في الأول براين ما كانش مصدق، وقال إن كده كتير وإنهم لازم يبطلوا. ولما دخلوا البيت كلهم وبراين شاف الكلام اللي على الحيطة كان برضه مش مصدق، وقال إنهم هما اللي عملوا كده، وقال لهم إن هما لازم يروحوا للدكتور. وفعلا البنات عملوا كده، وعلى مدار الأسابيع اللي بعد كده الصوت وقف وكان البيت هادي. ولكن في واحدة من الليالي لما كان براين في الشغل وكان الأختين لوحدهم وقاعدين في غرفة المعيشة، بدأوا يسمعوا صوت الخبط، والصوت كان جاي من أوضة آني. ولما راحوا عشان يشوفوا فيه إيه ودخلوا الأوضة لقوا مكتوب على الحيطة: أنا رجعت، دوروا عليا لو تقدروا. وزي آخر مرة طلعوا من البيت وهم مرعوبين وجروا على الجيران وقالوا لهم إن الموضوع حصل تاني. الجيران قعدوهم عندهم لحد ما براين يرجع من الشغل. وبعد فترة براين رجع ولقى نفس الموضوع، وبدأ يتعصب وقال لهم يبطلوا يعملوا كده، وطلب منهم إنهم يفضلوا مع الجيران وإن هو هيدخل البيت وهيدور في كل مكان عشان يثبت لهم إن مفيش أي حاجة وإنهم هما اللي بيعملوا كده. فراح لباب البيت، ولما فتح الباب كانت المفاجأة. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? البيت كله مقلوب، كل العفش مرمي وكل حاجتهم متكسرة. براين بدأ يفكر إنه من المستحيل إن بناته هما اللي يكونوا عملوا كده، وبدأ يقلق. بعد كده دخل البيت وبدأ يدور فيه، ولما وصل لأوضة آني شاف الكلام اللي على الحيطة، ولكنه لما بص ناحية الدولاب لقى راجل واقف جواه. الراجل ده كان لابس لبس حريمي، واللبس ده كان بتاع مرات براين المتوفية، وكان لابس باروكة على شعره وماسك فاس في إيده، وكان عمال يبص على براين. هنا براين اتفزع، وفجأة الراجل ده طلع يجري من الدولاب، وبراين حاول يمسكه، ولكن الراجل ده جري وخرج من الأوضة واختفى في البيت. براين كان مخضوض وما كانش عارف يعمل ايه، ولما حاول يدور عليه الراجل كان اختفى. فبسرعة براين خرج من البيت وجري على الجيران وقال لهم يتصلوا بالشرطة وإن في حد في بيتهم. وفعلا بعد دقايق الشرطة وصلوا ودخلوا البيت ودوروا في كل مكان، ولكنهم ملقوش أي حاجة. الشرطة قالوا إن أكيد الراجل ده هرب من البيت بعد ما شاف براين، وإنه المفروض ما يقعدش في البيت هو وبناته لحد ما يقبضوا على الشخص ده، وإنهم هيراقبوا البيت، وإن ده كل اللي يقدروا يعملوه في الوقت ده. براين كان مستغرب إزاي الراجل ده اختفى بالسرعة دي، وخصوصا إن بناته والجيران كانوا واقفين بره وما شافوش أي حد خرج من البيت. وعلى مدار الأسبوعين اللي بعد كده براين والبنات قعدوا مع قرايبهم، ولكن في خلال الوقت ده الشرطة ما قدرتش توصل للشخص ده. براين والبنات كانوا متدمرين نفسيا، وخصوصا براين، وكان زعلان إنه اتهم بناته إنهم هم اللي كانوا بيعملوا كده، وإنه سابهم مع الراجل المجنون ده في البيت كل يوم لوحدهم وهو في الشغل. والأختين كانت حالتهم النفسية سيئة، لأنهم دلوقتي عرفوا إن طول الوقت ده كانوا بيتعاملوا مع واحد مجنون في بيتهم. ولكن بعد الأسبوعين ما خلصوا كان الوضع صعب وهم عايشين مع قرايبهم، وقالوا إن أكيد الراجل ده هرب وإن الشرطة مراقبة البيت، وقرروا يرجعوا بيتهم. وفعلا خدوا حاجتهم وركبوا العربية وبدأوا يتجهوا للبيت. ولكن لما براين قرب للبيت بالعربية لاحظ إن في إضاءة شغالة في الدور التاني، فاستغرب وقال إن المفروض الشرطة مراقبة البيت من بره، ولكن من الواضح إن هما دخلوا البيت. ولكنه لما قرب بالعربية أكتر
شاف الراجل الغريب ده بيعدي من قدام الشباك في الدور التاني، وكان لابس نفس اللبس بتاع مراته. براين وقف في مكانه بسرعة واتصل بالشرطة، واللي وصلوا في ثواني وحاوطوا البيت كله. بعد كده دخلوا البيت، واللي ما كانش حد دخله من أسبوعين، وقالوا إن هما كانوا بيراقبوا البيت من بره بس خلال الأسبوعين دول، وإن محدش دخل ولا خرج. ولما الشرطة دخلوا البيت لاحظوا إن العفش كله متدمر، ولاحظوا حاجة غريبة في السقف. لقوا عملات معدنية ملزوقة في سقف البيت، وكل حيطة في البيت كان مكتوب عليها كلام باللون الأحمر، وكانت كلمات غريبة. ولما دوروا في البيت كله ما لقوش أي حد، وكانوا مستغربين الشخص ده راح فين. ولكن واحد من الضباط واللي كان في البدروم في الوقت ده لاحظ غطا من الخشب مغطي فتحة ورا الغسالة، وبسرعة نادى على بقية الضباط، وكلهم حركوا الغسالة وشالوا لوح الخشب ده، ولقوا مكان ضيق المفروض معمول التخزين. ولكنهم لاحظوا إن في حد حفر في الحيطان وحواليها، وعمل نفق حوالين الحيطان في البيت. ولما دخلوا النفق ده لقوه عامل فتحات في الحيطة في كل أوضة في البيت. ولما كانوا بيدوروا جوه النفق لقوا داني لابلانت، واللي كان مراهق وكان باين عليه إنه مختل عقليا. الشخص ده كان زميل آني لمدة قصيرة في المدرسة، وبطريقة ما دخل بيتهم وكان عايش ورا الحيطان بتاعة البيت وبيراقبهم طول الفترة دي. ولما سمع في مرة عن موت والدتهم قرر إن هو يوهمهم إن هو بقى والدتهم، وهو اللي عمل كل ده. وكان بيخرج من المخبأ بتاعه وبيحرك العفش. الشرطة قبضت عليه ودخلوه الأحداث بسبب عدم وصوله للسن القانوني. ولكن بعد فترة قصيرة خرج، وتحديدا في سنة 1987، وبدون أي سبب اقتحم بيت عيلة تانية بطريقة عشوائية وقتل العيلة كلها بدم بارد. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. فلو عجبتك ما تنساش تعمل فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقيه على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، وأي مكان تاني بتسمع فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.